بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم بعد غيبة مع بودكاست اسمع مني. أنا خالد زكي وده بودكاست اسمع مني. حلقتنا النهاردة غريبة شوية. هنتكلم عن سؤال: هو ممكن الحب كله يتجمع في صندوق؟ حاجة غريبة. ده اللي نشوفه في القصة اللي معانا النهاردة. كان في عصر من عصر الملوك كان في شاب اسمه نبارة. نبارة ده كان بار بأمه وأبوه. كان كل يوم يطلع يحتطب ويبيع الحطب وبتمنه ويجيب أكل لأمه وأبوه. وفي يوم من الأيام سمع في البلد منادي بيقول: يا شباب القرية، يا أهل البلد، ملك عامل مسابقة لكل شباب القرية. اللي هينجح في المسابقة ديت ويحقق طلب الملك هيتجوزه بنته. حاجة غريبة. فراح نبارة لأمه وأبوه وقال لهم الحكاية. قالوا: يا ابني طب ما تروح، هو في دفع فلوس ولا حاجة؟ قال لهم لا. قال: طب روح وشوف ايه المطلوب. راح نبارة تاني يوم لقى كل شباب القرية مجتمعين عند الملك. الملك نزل وقال لهم: اللي هيجمع لي الحب كله في صندوق انا هجوزه بنتي. كله قعد يسأل نفسه: الحب كله جمع في صندوق؟ نبارة سأل نفسه، مشي راح لأمه وأبوه قال لهم: الملك طلب غريب قوي، ازاي يجمع له الحب كله اللي في الدنيا في صندوق؟ ومدينا مهلة 3 أيام. بعد 3 أيام اللي هيجيب الحب كله في صندوق هيجوزه بنته. قال له: يا ابني اعتمد على الله، ولو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك حاجة هتشوفها. المهم ايه، نبارة قالوا نصحوه بقى. قالوا ايه، حكيم البلد في مسيرة بيننا وبينه وبين حكيم البلد مسيرة يوم رايح ويوم جاي. قالوا له: روح لحكيم البلد وممكن يساعدك. المهم تاني يوم راح نبارة واخد بعضه وجاب أكل أمه وأبوه كل حاجة وخد زاده وزواده وراح مشي مسيرة يوم كامل لحكيم القرية. لما وصل كان خلص الأكل اللي معاه وكان مرهق جدا. فدخل حكيم القرية: السلام عليكم يا حكيم. قال له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له: أنا عايزك تساعدني. قال له: اتفضل. قال له: الملك طالب الحب كله يجمع في صندوق، يا ترى الإجابة عندك؟ قال له: والله يا ابني لو ربنا كاتب لك هتشوف. خش ريح كده، انت جاي مرهق، خش عند في الغرفة هتلاقي أكل كل ونشوف بنعمل ايه. المهم دخل نبارة الغرفة بتاعت الحكيم، فلقى تفاحتين، واحدة معطمة ودايبة كده، واحدة سليمة فريش. راح واكل المعطمة، قال: أنا جاي مش عشان آكل أكله، أنا هاكل اللي هي المعطمة دي تستحمل واسيب له التفاحة الحلوة. فعلا كل التفاحة الوحشة وساب التفاحة الحلوة. جه الليل عايز ينام بقى. فالحكيم قال له: خش الغرفة ديت في فرشتين، نام على فرشة وسيب لي فرشة. فدخل جوه لقى فيه فرشة حصير وفرشة ناعمة حرير. قال نفس الكلام برضو، قال: أنا جاي مش عشان أضايقه، أنا هنام على الفرشة الحصير ومرضيش ينام على الفرشة الناعمة. وهو صبح تاني يوم الصبح، فالحكيم قال له: مبروك يا ابني، إن شاء الله أنت لا تفوز بالمسابقة. خد الصندوق ده، حط فيه ورقة وقال له: ما تفتحش الصندوق ده، خلي الملك هو اللي يفتحها. قال له: حاضر. نبارة خد الصندوق وفعلا مشي، روح عند الملك. جه بقى لقى كل الشباب جايبين، اللي جاب صندوق مليان ذهب، اللي جاب صندوق مليان
ألماظ، اللي جاب صندوق مليان أقمشة فاخرة من أندر أنواع الحرير. هو جايب صندوق خشب صغير كده وخفيف، ف ومش عارف، بس مش عارف ايه اللي فيه. قدمه للملك. المهم الملك فتح الصناديق كلها، نبارة واقف بقى مستني يشوف، مش معقولة يكسب يعني. فلقى الملك بينادي: فين صاحب الصندوق ده اللي هو بتاع نبارة؟ قال له: أنا جلالة الملك. قال له: مبروك يا ابني، أنت اللي فزت بزواج بنتي. قال له: إزاي يا جلالة الملك؟ قال له: أنت جمعت الصندوق، كل الحب كله في الصندوق. الورقة كان مكتوب فيها الإيثار. الإيثار يعني إيه؟ إن أنت بتفضل الشخص اللي قدام منك على نفسك. هو لما راح للحكيم وآثر الحب، الحكيم ما رضيش ياكل التفاحة المعطمة السليمة، وكان معطمة. ولما نام فعمل إيثار، فهو ده الحب. فالحب كله هو الإيثار، أن تؤثر اللي قدام منك على نفسك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني بيبدوا اللي منهم على نفسهم حتى لو هم محتاجين الشيء ده. وكان معكم خالد زكي، وده بودكاست اسمع مني. سلام.